مدينة تطوان خاصة نحييهم لأنهم لم تنطلي عليهم أكاذيب المخزن، فقد سجلت نسب مشاركة ونسبة تصويت متدنية في مدينة تطوان وفي المغرب كافة. لا تنطلي علينا الأرقام التي نسمعها في التلفزيون الرسمي وفي التلفزيونات التي ندينها بشدة. نحن الآن نشاهد بأم أعيننا مقاطعة شاملة ففي مدينة تطوان وفي أحسن الأحوال فإن هذه النسبة لم تصل 20%. والدوزيم كتشطح الحركة كتفضح والحركة كتفضح ونذكر عموم الجماهير الأبية الشجاعة الصامدة بأن هذه المسيرة انطلقت مع انطلاق الربيع العربي. هذا الربيع العربي الذي جسده في المغرب، جسدته حركة 20 فبراير المجيدة، جسدته حركة 20 فبراير المجيدة التي أعطت نضالات قوية وأعطت من أعضائها شهداء من أجل الحرية. ويا شهيد ارتاح ارتاح ويا وسيل الكفاح، يا شهيد ارتاح ارتاح وسيل الكفاح، ويا شهيد ارتاح ارتاح يا شهيد. حركة 20 فبراير التي انطلقت مع 20 فبراير وتستمر إلى الآن وتستمر إلى أن نكون شعبا حرا نختار من يحكمنا ونحاسبه، نختار من يحاكمنا من يحكمنا ونحاسبه. حركة 20 فبراير التي جسدت ذلك الأمل في هذا المغرب الحبيب. إذن ولا يفوتنا أن نذكر بالمسلسل المخزني واقعنا شوها واقعنا شوها واقعنا شوها واقعنا شوها انتخابات صورتوها انتخابات صورتوها انتخابات صورتوها انتخابات صورتوها واقعنا شوها واقعنا شوها انتخابات صورتوها انتخابات صورتوها. ولا يفوتنا أن نذكر بالمسلسل المخزني المخصوص الذي انطلق مع خطاب 9 مارس ثم مع تمرير الدستور الذي شهد المغاربة كلهم تلك النسب البهلوانية التي ما فاتئ المخزن نسمعها في عهد الحسن الثاني ونسمعها الآن. والآن في الانتخابات نشهد مسرحية جديدة، هذه المسرحية التي لن تنطلي علينا. وقبل أن أختم أذكر بشيئين اثنين. أولا نستنكر وبشدة التعاطي الإعلامي الوطني والدولي مع هذه الانتخابات. هناك تواطؤ مفتوح من طرف الأجهزة الإعلامية ومن طرف الأحزاب المخزنية. يا الشعب يا ضحية، يا الشعب يا ضحية، ويا الشعب يا ضحية، ويا الشعب يا ضحية. انتخابات مسرحية، انتخابات مسرحية، انتخابات مسرحية، انتخابات مسرحية. وبالخصوص قناة الجزيرة التي بدأ تواطؤها فاضحا وواضحا حول بلدنا المغرب، تنقل بالتفاصيل ما يحدث في ميدان التحرير، لكنها تأبى أن تنقل المسيرات المليونية التي تشهدها طنجة وتشهدها مدن المغرب الحبيب. وندين بشدة الممارسات البالية التي مورست في هذه المسيرة. الصحفي حسن برهان تم الاعتداء عليه، ندين هذا السلوك بشدة، ندينه بشدة. هذه سلوكات بالية، هذه سلوكات العهد القديم، ندين ذلك بشدة.
هو الجوا